هذا اللي مركز مع عودة المصابين ومع عودة الكامب نو ومستوى لامين يامال والرباعية على أتلتيك بلباو، ولكن في شيء كارثي عم بخطط له هذا الداهية فليك وكأنه أرسل رسالة واضحة للجميع إنه غالبا راح نشاهد فريق مرعب من برشلونة أكثر حتى من الموسم الماضي. فأنتم ما لاحظتوا أصلا إنه فليك تخلى تماما عن نص التسلل أمام بلباو؟ فليك كان كذاب لما طلع وقال إنه ما راح غير من أسلوب لعبي. يمكن هذا الكلام يختلف بعد عودة المصابين، ولكن فعليا أمام بلباو شفنا برشلونة عم يلعب بأسلوب لعب واقعي ومتزن، وهذا اهم شيء صار للفريق. شفنا هذا الشيء قبل التوقف الدولي امام سيلتا فيجو بالشوط الثاني، ولكن تكرر نفس الاسلوب بمباراه كامله امام اتلتيك بلباو. برشلونه تخلى بشكل واضح عن نص التسلل والدفاع المتقدم، بل برشلونه كان عم يلعب بخطوط متراجعه نوعا ما. هذا خلانا نشوف برشلونه عم يطلع بكلين شيت لاول مره بعد 10 مباريات، يعني بعد شهرين، مش بس بسبب عوده اخوان غارسيا. امام اتلتيك بلباو شفنا برشلونه عم يلعب بضغط متوسط بكثير من اوقات المباراه، ولكن كان ضغط فعال عكس المباريات السابقه. شفنا برشلونه عم بيسلم الكره للخصم بكثير من اوقات المباراه ايضا متعمد، ويستغل المساحات اللي خلف الدفاع وايضا التحولات، وكل هذه الافكار اللي عملها فليك كانت تنتج لاهداف لبرشلونه. كنت حابب اتكلم عن اكثر من لاعب ببرشلونه، ولكن بصراحه كنت مركز مع عبقريه هذا الرجل وكيف درس مباراه اتلتيك بلباو بطريقه مثاليه. هذا غير انه سيطر على خط الوسط من دون بيدري وديون. كل مره بنتاكد انه فليك هو الرجل الاول في برشلونه، مش بيدري ولا يامال ولا رافينيا ولا اي لاعب اخر. اكيد من الامور اللي بتثبت انه برشلونه راح يكون اقوى هذا الموسم الكامب نو. بالمونجويك ما كان الجمهور يتفاعل لانه اصلا ما كان يوصل صوتهم للاعبين، ولكن بالكامب نو اخرجوا لاعب مثل نيكو ويليامز برا اجواء المباراه من كثر ما صفروا عليه.